انت مش حامل مني يا خاينة، اللي في بطنك مش ابني يا فاجرة. الزوجة تبكي وتقول له امال ابن مين؟ حرام عليك ما خنتكش. تقول هغرب عن وجهي يا فاجرة يا خاينة. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي ومتابعي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق، صحفي حوادث بجريدة وموقع أخبار السياسة والطاقة. زوج اسمه نور ياسر، ومتجوز من واحدة اسمها منة إبراهيم، وكانوا واخدين بعض على حب واطمئنان وغي وحنان، وفترة خطوبة وجواز، وعلى 24 إيران، لحد ما ربنا كرمهم بحمل. بتقول له أنا حامل يا نور. حامل؟ حامل من يا بنت؟ الحمل ده مش مني، أنا شاكك فيكي. قالت له شاكك فيها كيف؟ لا إله إلا الله، أنت بتسبني؟ الكلام بتاعك ده أنا ما بحبش إلا أنت، ولا خنتك ولا عمري أخونك. قال لها لا، أنت مش حامل مني. حامل مش حامل، بقى تناوشوا مع بعض. سابت له البيت ومشت عند أبوها. أبوها بالمناسبة اسمه إبراهيم محمد، والحكاية دي كلها حدثت بمنطقة الخصوص بنها. البنت منة العروسة راحت عند أبوها. هتروح عند مين؟ يبقى بعت لها ناس كتير عشان تروح. أبوها اتحكم، قال له طالما سبيت بنتي والله ما عايز تعملها مرة ولا تخش لك بيت، لا بكتير الله ولا بقليل، لأن أنت سبيتها الدور ده في عرضها وشرفها، وإحنا ناس مؤدبين وملتزمين. بكرة تموتها لي ولا تذبحها لي. أنت ما تتأمنش على بنتي. ده كله حماه بيبعت مع السيارة الناس اللي بتمشي وسطاء، والمحكمين العرفيين، ورجال الخير. الزوج نور آخر مغطاس قال والله أنا لا أروح لحماية لحد البيت. راح له سلام عليكم السلام، قال له يا حماية أنا عايز أروح مراتي. قال له يا ابني والكلام اللي أنت قلته ده أنت ثبتها في عرضها وفي شرفها، وبتقول لها الحمل اللي في بطنك ما هوش مني. يا ابني بنتي ما عندهاش الكلام ده، وأنا ما ربتهاش على قلة الحياة دي. بنتي مش خاينة. قال له يعني إيه؟ قال له يعني بنتي مش هتروح لك؟ يا ابني أنت في طريقك وإحنا في طريقنا، السهرة في الطلاق. سمع الكلمة دي كده الزوج نور وما شافش قدامه سنتي. راح متليم على سكينة، ما تعرفش إن كان واخدها معاه ولا استلها من المطبخ في بيت حماه، ودور الضرب فيه والطعن فيه. ما أرداه قطيف الحال. زوجته منه تصوت، وحماته تصوت، وجيرانه يصوتوا. ما سابوش إلا لما موتوا. ما سابوش إلا لما موتوا. وكان عايز يتمكن من اللوث بالفرار، لكن الناس مسكوه وسلموه لاسم شرطة الخصوص. وهناك قال أيوة موت حماية عشان مرضيش يروح لمراتي. أدي أنت بتغني وترد على نفسك. طب ما أنت قلت على مراتك خاينة، والحمل مش ابني، وشوف ابن مين، وقعدت تخونها وتتهمها في عرضها وشرفها. يبقى الجزاء من جنس العمل. عايز أبوها بقى اللي هو حماك يرقص لك ويطبل لك ويسقف لك ويقول لك سلامات طيبات تعالى خد بنتي. ما هو لكل فعل رد فعل يا نور. انت اللي غلطت، وغلطك كان شديد وكبير، لان النهارده ما فيش حد بيتهم حد في عرضه ولا في كنف شرفه. الناس دي عندها غيرة. ولما حماك اللي هو الحاج ابراهيم محمد مرضيش يروح لك مراتك، هيروحها لا؟ قمت انت بكل برود وذبحته ذبح. طب وبعد ما ذبحته وغيبته عن الدنيا، قال اللي هيحصل؟ ما انت برضه هتغيب عن الدنيا، لانك انت موتت واحد وغيبته من الدنيا. ان شاء الله نأمل انه يتلف على رقبتك حبل عشماوي. اداله وكيل النائب العام 4 أيام استمرار
هياخد 15 في 45 إحالة للجلسة على ذمة الحبس الاحتياطي. وطبعا حماه اللي هو الحاج إبراهيم محمد تم نقله إلى مستشفى الخصوص لحين الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي النهائي، لحين استخراج تصريح الدفن ومواراته الثرى لحد الدفن. بعد كده طبعا هيبقى فيه تحاليل DNA للحمل والمولود للتحقيق والتحقق من إن ده أبوه ولا مش أبوه. قضية كبيرة وقضية رأي عام. لكن أنت النهاردة يا أخي، ده إنك أنت حتى ثبت مهما ثبت إن اللي في بطن مراتك مش ابنك وهي لسه حامل، خلاص ومشت عند أبوها، خلاص اصبر بقى. الدنيا ما طارتش، الناس مجروحة، وانت شتمتهم وانت كرامتهم وقلت منهم قدام الناس، والناس كلها يمكن عرفت. وابوها اتحكم اللي هو حماك وقال لك مش هتروح بنتي، يا اصبر مرة واثنين وعشرة لما دمهم يروق ولا الجو يهدى ويروق. وبعد كده مع الايام كانت هتصلح واعتذر لهم وقولوا ما انا غلطت اول مرة واخر مرة، وانا كان الشيطان موزيني وكان عقلي مغيب، والكلام الطيب الحلو يشد في الدين. لكن انت مطرح ما تشطح تنطح، عايز مسمارك في الشطح. ساعة تدقه كده عايز تطلعه من الحيطة، ما تدقوش مرة واحدة، دب دب، هو دب واحدة ينفذ من الحيطة. من هنا كانت النتيجة إنه موت حماه بسكينة بدم بارد. فجعة كبيرة، مراته مش مصدقة، وكل حتى يمكن منطقة الخصوص زعلانين على الراجل ده، لأنه الحاج إبراهيم محمد ده كان راجل طيب ومخلص لله، ولكن وقع في زوج هلفوت غيبوا عن الدنيا. شاركوا هذا الفيديو علشان يصلكم إشعار بالحلقة فور نشرها، واكتبوا لنا في التعليقات نور اللي قتل حماه دي يساوي سجن قد إيه. بنا وبكم يتجدد اللقاء، دمتم في أمان الله.